السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. ازاي أربي ابني يكون بيسمع كلامي وفي نفس الوقت عنده شخصية وشخصيته قوية؟ معادلة صعبة صح؟ عشان كده اتكلمنا عن العند عند الأطفال، وبدأت بيه قبل ما أعمل الحلقة دي، رغم إن أنا كنت عايزة أعمل الحلقة دي الأول. ليه؟ لأن اللي هيفهم الحلقات اللي فاتت ويقدر يتجنب العند عند الأطفال فهيخلي ابنه يسمع كلامه. نرجع للحلقات اللي فاتت لو احنا مهتمين بالموضوع. طفل عندي يعني طفل مبدئيا كده ما بيسمعش الكلام. تمام؟ طيب ازاي بقى نربي طفل بيسمع الكلام؟ تعالوا نحط شوية مبادئ كده من والطفل صغير، نبدأ نهتم بيها واحدة واحدة لما يكبر إن شاء الله بإذن الله هيكون بيسمع كلامنا. وبعد كده هنقسم النص التاني من الحلقة إزاي نخليه عنده شخصية. بعد كده إحنا ندمجهم الاتنين مع بعض. أول حاجة إزاي الطفل يسمع الكلام؟ إن الطفل وهو صغير الاهتمام والحب والحنان، أحضان وبوس. واحنا قلنا أهمية الحضن. اللي يقولك انت كده مدلعاه، لا، لو ده دلع فمش مشكله دلعي. الدلع ان هو ما يسمعش كلامك، ان هو يمشي كلمته عليكي، ده الدلع. لكن الحب والاحضان والبوس لا، ده تعبير عن الحب، وبيخلي الطفل عنده اصلا ثقه بنفسه، وثقه ان اهله بيحبوه، ان هو شخص محبوب فعلا. يبقى من هو صغير حب، نغرقه حب واهتمام. اهتمام قلنا نعمل ايه؟ وهو راجع من الحضانه واحنا ماشيين معاه نقعد نساله عملت ايه النهارده، وايه الحاجات الحلوه اللي قابلتها في يومك، وايه الحاجات اللي ما عجبتكش النهارده، ونتكلم معاه عشان يحس ان هو حد مهم. تمام؟ وزي ما انت بتهتمي بيه هو يهتم بيكي. كبر شويه وسنه كده وبدا يقدر يحفظ، نبدا بقى ايه؟ نعرفه ليه نسمع كلام ماما، نجيب له آية ونجيب له حديث هيتن حافظهم وهيتنوا في عقيدته وهو مؤمن بيهم. تمام؟ هنقول له ربنا قال ايه؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. يبقى ربنا حط الإحسان للوالدين وطاعة الوالدين بعد عبادته على طول. فدي يعني كده إن هي حاجة مهمة. عشان ربنا يحبنا يبقى لازم نسمع كلام ماما وبابا. نبدأ نقول له حديث الرسول عليه الصلاة والسلام اللي احنا كلنا اتعلمناه واحنا صغيرين. في راجل راح للرسول عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. مش الحديث ده احنا حافظينه من واحنا صغيرين؟ حافظينه من واحنا صغيرين. مهما انت مثلا عملتي حاجة ضايقت الطفل أو هيبقى فاكر دايما ديننا قال ايه. فده هيخليه لا، هيسمع كلامك وهيبقى مطيع ليكي عشان ربنا والرسول أمرنا بكده. تمام؟ يعني ايه احق الناس بحسن صحابتي؟ يعني ماما وبابا هم اقرب الناس ليك، اللي لازم تسمع كلامهم، ولازم لو في حاجه مضايقاك تتكلم معاهم فيها، ولازم يبقى في ما بيننا دايما حوار وكلام يا حبيبي. تمام؟ حفظناه وبدأ يكبر شوية فهو عارف في حب، في بيئة كلها حب واحترام وحنان وأمان. طب مش هيسمع كلامك ليه؟ تمام؟ هو كده هيسمع كلامك. مفيش ضرب، مفيش توبيخ، مفيش أذى جسدي ولا لفظي، برضه مش هيسمع كلامك ليه؟ تمام؟ في نقاش، في حوار، بنقعد وبنتكلم مع بعض، بنتناقش، بنتفاوض وبنوصل لحلول وسط. ولو الحاجة اللي أنا بقولها مش مهمة فعادي اتنازل عن رأيي عادي، وهو إيه المشكلة إن أسمع منه؟ تمام؟ طيب كده الجزء إن هو يحبني ويحترمني ويسمع كلامي. تمام؟ طب إزاي بقى يبقى ليه شخصية؟ إنسان ليه شخصية يبقى لازم يبقى ليه رأي، يبقى لازم يبقى رأيه مسموع. نعملها إزاي؟ طفل من هو صغير بيبقى عايز يمشي رأيه. تمام؟ انتي تقولي حاجة فهو يقولك لا أنا عايز كذا. فمثلا احنا قلنا في العند نعمل ايه؟ بندي بدايل. انا داخله المحل اشتري له حاجه وانا عارفه امكانياتي وعارفه اللبس المناسب لبنتي او لابني. تمام؟ فادخل المحل ما اقولوش نقي اللي انت عايزه عشان يبقى له شخصيه بقى ورأي، لا، لازم برضو يعرف ان زي ما ليه رأي ليه حدود. انا هختار كذا حاجه واقول له اختار ما بينهم يا حبيبي المناسب ليك. يبقى انا اخترت الحاجه اللي انا عارفه ان هي مناسبه لي ومناسبه لامكانياتي، واخليه هو بقى ايه؟ يختار منها اللي يعجبه هو. يبقى هو كده ليه رأي في اختيار حاجته. كذلك لو هنشتري مثلا إيه كوتشي، لو مثلا رايحين نشتري له شنطه بختار انا كذا حاجه وادي له هو حريه الاختيار. فيبقى هو كده ليه شخصيه وليه رأي. تمام؟ قيسي على كده بقى اي حاجه انت بتعمليها مع الطفل، اديله بدايل وخليه يختار ما بينها. في اختلاف ما بينكم في وجهات النظر يبقى نقعد ونتكلم ونفهمه. في حاجات انت امرتيه بيها وينفع تتأجل وهو طلب منك تأجيلها، أجليها.
وخليه هو اللي يختار الوقت اللي هيعملها فيه. طب لو الوقت اللي هو اختاره بعيد قوي، فنتفاوض ونختار وقت وسط ما بيني وما بينه، فيبقى ليه رأي. طب لو الحاجة دي ينفع تتلغي خالص، وهو قالك ملهاش لازمة خالص يا ماما وانت عارفة ان هي تنفع تتلغي، ايه المانع نلغيها؟ ويبقى اللي هو فعلا ليه رأي. حتى في العقاب، احنا لما اتكلمنا عن العقاب قلنا ممكن العقاب ابرز حاجتين، ان احنا بنسحب امتيازات بنديها للطفل، او بنفرض عليه واجبات زياده هو يعملها، مهام جديده يعملها اكتر من اللي هو بيعملها كل يوم. حتى في العقاب سيبيه يختار العقاب المناسب ليه. طب نسحب امتيازات ولا هتقوم تعمل حاجه زياده النهارده، وخليه برضه هو اللي يختار، فيحس ان هو ليه شخصيه. مفيش مانع ان احنا ناخد رايه في شويه حاجات، مواضيع بسيطه كده وحاجات إيه، طب نروح النهارده ولا ما نروحش، طب ايه رايك نعمل ايه الاسبوع الجاي، نخليه يدخل معانا في نقاش دايما ونسمع وجهه نظره وينفع تمشي ومقنعه. فايه المانع؟ حاولي دايما تديله حلول انت عايزاه يختار ما بينها، يعني حلول كلها تنفع معاكي وسيبيه هو اللي يختار. تمام كده ربنا طفل بيسمع كلام ماما وفي نفس الوقت عنده شخصيه. ده غير ان هو هيكبر اصلا هيسمع كلامك بمنتهى الحب، وبعد كده هيبركم بمنتهى الحب. مش هيبركم لانه هو مجبر على بركم، لا خالص. تمام، اتمنى اني اكون افدتكم. لو بتشوفوني على الفيسبوك هسيب لكم هعمل لكم برضو ريلز قصير للحلقه دي، واتمنى ان انتوا تتابعوني. ولو بتشوفوني على اليوتيوب اتمنى ان تعملوا اشتراك في القناه. وقبل ما ننهي كالعاده هنصلي على النبي مع بعض واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.